لا انا ضد. علاش؟ ما يمكنش هادو حيوانات خلقهم الله عز وجل، ما يمكنش حنايا المواطنين المغاربه ما غيقبلوش بهذا القرار هذا. اي واحد سولتيه غيقول لك انا ضد. ما كاينش اللي غيعطيهم الماء، ما كاينش اللي يعطيهم الماء من غير الشعب والمواطنين. وهذا القرار هذا اخويا راه انا ضد هذا القرار هذا. خصهم على الاقل يتكلفوا هما كاع، نقولوا حنا المواطنين نمنعوهم، ولكن عطاوهم نتوما ياكلوا. هاد الحمام هذا يموت ما يمكنش. عطاوهم الماكله، جيبوا لهم الماكله ديالهم، الماء ديالهم، صايبوا لهم كاع شي بحال دابا ديك الشرابه اللي كتلصق في الارض بالسيماء او بالطين. وراه داكشي حتى واحد ما غيكون ضد هذا القرار. ما بغيتش، علاش هما عندهم حقهم في ويعطيونا بعدا شي حاجه يقنعونا. علاش هذا القرار اللي خرجوا ما يعطيوهمش ياكلوا؟ علاش؟ يعني الحيوانات الا ما بقاوش ياكلوا راه غينقرضوا، فهمتي؟ اي كائن خلق الله خاصو حتى هو يعيش، عنده الحق ديالو يعيش. غا هي خاصو يديروا له شي حاجه منظمه ويديروا له وفهمتي، وعنده الحق حتى هو باش يعيش. ما يجوش بحال هكا بهذه الصدفه يقول لك ممنوع. ما عجبنيش هذا القرار. حتى الناس اللي عطاوهم الماكله ما يعطاوهمش في اماكن عامه بحال هكا الناس تيدوزوا، يعني شي كتولي الاماكن متهمجه. يعطيوهم بنظام. هذا الشيء اللي اما باش ما يعطيوهمش انا ما متفقاش، لان المواطن هو اللي مكلف تقريبا بداك الحيوانات. ضد هذا القرار، انا ضد هذا القرار. اييه ضد هذا القرار. ضد هذا القرار على حقاش سميتو الحيوانات، على ماشي حيوانات ما غاديش طعمهم، راه غادي يشكلوا لنا خطر على الاطفال، ويشكلوا لنا خطر على الناس وعلى السواح. الا ما طعمتيهمش غادي ياكلوا الناس، غادي ينوض فيهم الجهل كما تنقولوا. انا ضد هاد البلاك اللي داروا. ضد خاصني انا بالنسبه لي انا خاصني نعطي الحيوانات ما يشربوا وما ياكلوا في هادشي. وهاد الحيوانات الضاله راه خاصني انايا كيبقاو فيا بزاف ديال هادشي ديال الحيوان. داكشي راه انا من الانسانيه خاصني نتعاون معاهم وخاصني نوكلهم ونشربهم. ولكن هادشي ديال البلاكه انا باغي نعرف واش هما اللي غيعطوا الماكله ولا حنايا. انا تقريبا معاهم ضد في هاد البلاكه هادي. خاصني نتعاون مع الحيوانات الضاله.